لو بتشتغل أونلاين، أكيد الفكرة دي خطرت على بالك إنك تنقل مكتبك وحياتك للبرتغال. نبدأ بأهم نقطة، الدخل الشهري لازم يكون 3680 يورو صافي من شغل بره البرتغال. بس بعيداً عن الصور الجميلة على انستجرام، إيه الخطوات الحقيقية واللي اتغير في 2026؟ الرقم ده 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور اللي زاد ل 920 يورو في يناير 2026. لو معاك أسرة بتضيف 50% للزوجة و30% لكل طفل، والدخل لازم يكون مستقر. إثبات الدخل بكشف حساب بنكي لآخر 6 شهور. الورق لازم يكون مترجم وموثق. إثبات الشغل زي عقد عن بعد أو عقد فريلانس. بص بقى، الصحيفة الجنائية نظيفة ومعداش عليها 3 شهور. شهادة التخرج موثقة عشان يتأكدوا من خلفيتك المهنية. رقم ال NIF الضريبي أساسي، تقدر تطلعه أونلاين عن طريق وكيل. عقد إيجار لمدة سنة متسجل في مصلحة الضرايب. تأمين صحي يغطي إقامتك في أوروبا ب 30,000 يورو كحد أدنى. بص بقى، الضرائب كديجيتال نوماد تقدر تقدم على نظام IFICI أو NHR 2.0. لو وظيفتك في مجالات القيمة المضافة زي البرمجة أو الهندسة هتدفع 20% بس ثابتة. بص بقى المميزات، تتحرك بكل حرية في كل دول شنجن بدون فيزا إضافية ببطاقة الإقامة. ليك حق تدخل أولادك مدارس حكومية وتستخدم نظام الصحة العام SNS. تقدر تجيب أسرتك معاك من أول يوم بنفس الفيزا. حقيقة الجنسية، البرلمان صدق في أكتوبر 2025 على زيادة المدة ل10 سنين. المدة بتبدأ من إصدار بطاقة الإقامة، والإجراءات بتاخد وقت إضافي. بص بقى العيوب، البيروقراطية في AIMA محتاجة صبر، المواعيد بتتأخر كتير، تكلفة السكن في لشبونة زاد جداً وبقت عبء كبير على الديجيتال نوماد. ابدأ بزيارة سياحية 90 يوم وجرب الجو قبل التقديم الرسمي. قدم من بلدك عند السفارة، الإجراءات بتاخد من 45 إلى 60 يوم. بعد الوصول تحول الفيزا لإقامة 2 سنين قابلة للتجديد. لو عايز تبدأ، ركز على إثبات الدخل المستقر والأوراق كاملة. البرتغال فرصة حلوة، بس لازم تعرف الصورة الكاملة قبل ما تحجز التذكرة. وعشان كده فريق المهاجر بيقولك اشترك في القناة وهاجر مع المهاجر.